السلام عليكم، يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا بخير. خلينا قبل ما نبدأ فيديو اليوم أو بالوصفات اللي راح نحضرها بالفيديو اليوم، قبلها خلينا نذكر الصلاة على النبي، وكلياتنا ننزل على التعليقات نذكر الصلاة على النبي عشان نكسب أجر كلنا سوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا فكرة الفيديو اليوم أو الوصفات اللي راح تكون بالفيديو اليوم جدا مميزة، اللي هي طريقة عجينة الكبة البرغل. شوفوا هاي الطريقة صرت منزلها ما شاء الله 3 مرات على اليوتيوب وعلى التيك توك والجميع المنصات. لما بنزل هاي الوصفة بتطلع ترند، وكل ما حدا جربها بيمدح فيها ما شاء الله وبتطلع معه ناجحة. يعني نوعية هاي العجينة بإذن الله إنها ما بتفرط معكم نهائيا، وما بتتشرب زيت نهائيا، تطلع معكم ناجحة. أما بالنسبة لنوعية البرغل ضروري تختاروا نوعية جيدة، اللي هي نوعية التركي طبعا. وبالنسبة لحبات السميد راح يعني يتساءلوا خشن ولا ناعم ولا وسط. راح يكون نفسه البرغل نفسه اللي بنستخدمه للتبولة، بس أهم شي تختاروا نوعية جيدة. أنا بالنسبة لي بصراحة ما بفضل إلا التركي، تحسوا المي اللي بتضيفوها عليه يعني بتكون كافية، ما بتحتاجوا تزيدوا بعد أو لا، يعني العيار نفسه فقط، ما عاد أحتاج غيره. أما بنيجي لنوع السميد، هون الأشخاص كثير بتسألوا كانوا إنه نوع السميد شو هو وشو الخشن ولا وسط ولا طحين الفرخة. شوفوا لي شلون بيكون قوامه نفسه اللي بنستخدمه للبسبوسة والحلويات، عكس طحين الفرخة. طحين الفرخة فقط بنستخدمه مثلا للمهلبيات اللي بنخلط معها قشطة أو لحلاوة الجبن. يعني السميد الوسط بدكم تضيفوه على هاي الطريقة. بعد ما ضفت العيارات طبعا من كل نوع كوبايتين، يعني كوبايتين برغل ناعم، كوبايتين سميد ناعم. بالنسبة للمكونات أي كوب تستخدموه بدكم تكملوا فيه طول الوصفة، يعني ما في تعملوا بكوب وتغيروا الكوب الثاني، لا بدكم تكملوا الوصفة بنفس الكوب عشان تطلع معكم ناجحة، وما تجي تحكوا لي الكوبة ما زبطت معنا. بدكم تكملوا بنفس الكوب، وشوفوا لي شلون وضحت معاكم كل الاستخدامات بنفس الكوب. ضفت كوبين برغل ناعم، كوبين سميد ناعم، بالإضافة ل4 أكواب مي مغلية. طبعا يعني لا تركزوا كثير على الكوب اللي بستخدمه كبير. أنا هون عم بعمل كمية لأنه في عندي طلبية راح أحكي لكم قصتها بعد شوي، بس عشان ما أضيعكم بالوصفة. بعد ما ضفت السميد والبرغل والمي المغلية حتما بخلطهم تماما. طبعا قبل ما أضيف المي بكون مزجت البرغل مع السميد، وبعدها بضيف المي المغلية وبرجع بحركهم تماما عشان ما تكون جهة وصلها مي وجهة لا. فبالحالة هاي بستمر بالتخليط لحتى أضمن أنه ما ضل كمية من النواشف من غير سوائل. فهون حركتهم تماما، بعدها بتغطوها بنايلون المطبخ أو سفرة أكل تكون نظيفة، وبتركوها بالأثناء هاي تقريبا على هالحالة نص ساعة عشان تتفتح عندكم حبات البرغل وحبات السميد، وبعدها تكون عندكم جاهزة للعجن. الحلو بالوصفة هاي ما بتحتاج عندكم ماكينة نهائيا، وما بتحتاج انه تدعكوها وقت طويل، فقط اللهم انه بعد ما تجهز بتضيفوا عليها باقي المكونات وبتخلطوها بايدكم خلط هيك بسيط، يعني بس انها تتشكل اللهم تكون عندي جاهزة. هون راح اتركها نص ساعة، وهيك كانت متفتحة عندي بعد نص ساعة حبات السميد. شوفوا مجرد ما كمشت العجينة بإيدي هيك وتماسكت وشكلت مثل العجينة ما شاء الله، هيك بتكون كمية المي ممتازة. فرح أبدأ بالإضافات. طبعا هون أنا رح أضيف بالبداية نصف كوب من الطحين، وارجع بكرر بتستخدموا نفس الكوب. وبالنسبة لكوبي يعني كبير، فعشان هيك بحكي لكم أي كوب بدكم تعملوه بالبيت تعملوه، يعني ما تحكوا لي بدنا نعمل كمية قليلة، أنتوا بتتحكموا بالكوب، كوب صغير كوب كبير، الكمية بترجع لكم على حسب كبر الكوب. نص كوب طحين بالإضافة لربع كوب نشا. بس بفضل يعني للصبايا بتمنى منكم إنه تلتزموا بعيار السميد وعيار الطحين والنشا. ما تيجوا تحكوا لي إنه السميد كثير على البرغل، بدكم تعملوا وصفة ناجحة وضابطة 100%، بدكم تلتزموا بالعيارات. بالإضافة ل3/4 الكوب من الزيت. أنا هون استخدمت ما بين الزيت العادي بالإضافة للزيت اللي استخدمته، أو عفوا اللية أو الدهن اللي استخدمته للحمة، فبيعطي نكهة لعجينة الكبة بصراحة يعني شي مميز. فعشان هيك بس تشكلت عندي طبقة على الوجه بعد ما صفيت اللحمة من الدهن اللي هي اللية، أخذتها وضفتها كمان يعني تكملة للزيت اللي راح أضيفه. الزيت راح يكون كوب إلا ربع. بعدها نضيف البهارات اللي هي ملعقتين طعام ملانات من البردقوش، بالإضافة للملح لكل كيلو من البرغل ملعقة طعام مسح، أو أنتوا تحطوا كمية الملح وبعدها بتذوقوا. بالإضافة لملعقة طعام الفلفل ضفت على هالكمية وكاري. ما رح أعطيكم الكميات بالضبط لأنه الكمية اللي عملتها كبيرة، بس أنتوا للكوب اللي بدكم تستخدموه أنتوا بتقيموا من عندكم قديش بدها ملح وقديش بدها بهار.
أهم شيء بردقوش وملح وفلفل وزنجبيل وكاري. وفي أشخاص بيحبوا يكركم يغيروا لون، أنا ما بفضل بصراحة. وبعدها شوفوا لي ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، شلون عم تشكل معي وعم تفتح الكبة من غير ما توسخ. هذا سر نجاح العجينة، لأنها ارتاحت وكانت نوعية البرغل ممتازة. والإضافات اللي ضفتها كلياتها بنصحكم إنه تلتزموا فيها وما تقولوا لي لا ما بدنا نشا ضفنا طحين وما بدنا نضيف طحين وضفنا نشا سميد. فرجاء اللي بده يجرب الوصفة يجربها مثل ما هي. وهون نيجي ثاني يوم. بالنسبة لي تركت العجينة بعد ما بردت ترتاح ليلة كاملة. بتكون طريقة الشغل فيها والتشكيل ما بحكي لكم قديش ممتع. يعني عن جد جربوا انه تخلوها بالثلاجة لثاني يوم بعد ما تبرد. طبعا بتكون التشكيل فيها جدا جدا مميز. وأنا بالنسبة لي من فترة كمان نزلت لكم فيديو كنت مفرزها بالفريزر، طلعتها قبل بيوم على الثلاجة من تحت، وكمان لما استخدمتها كان التشكيل فيها جدا ممتع. ما عليكم. هون نيجي لتتبيلة اللحمة. بالإضافة أنا بالنسبة لي بحب أستخدم لكل الوصفات اللي مثل هيك ليا. يعني هاي بترجع لكم، فيكم تضيفوا ليا وفيكم تضيفوا سمنة أو زيت، يعني هاي خيارات أنتوا بتختاروها حسب ما أنتوا بتفضلوا النكهة. وبعدها بضيف اللحمة. طبعا كمان ما راح أحكي لكم كمية اللحمة لأنه الكمية اللي عاملها كبيرة، وهون راح أحكي لكم ليش أنا عم بعمل هون كمية كبيرة من الكبة وكنت من فترة عاملة ومفرزة. طبعا هون بعد ما قلبت اللحمة تماما بالسمنة باللية ضفت كمية البصل طبعا أنتوا بتتحكموا فيه كميته. المهم بالنسبة للكمية اللي راح أعملها اليوم، من فترة زبونة قديمة عندي طلبت مني إني أعمل لها كبة. وبصراحة كنت أني تقريبا من 4 سنين ببيع كبة وورق عنب وهيك شغلات. فلما رب العالمين أرزقني بابني الحمد لله، فبطلت هاي الشغلة وبطلت أبيع وبطلت إشي لأني بدي ألتهي بابني على مؤاخذة، وصرت أشكي كثير من إيدي. فعشان هيك تركت البيع، ويعني صرت نادرا جدا جدا ما أبيع لشخص يعني أو عفوا أشخاص بيكونوا عزيزين علي وبيكونوا يعني إنهم خلص بالمونة بيطلبوا مني كبة، فبحب إني أسوي لهم. فهاي الإنسان اللي رح أعمل لها اليوم يعني مرة كبيرة وما حبيت إني أكسفها، وحبيت أعمل لها هاي الكمية من الكبة. وهون بالنسبة للبهار، بعد ما قلبت البصل ضفت ملعقة طعام من الكاري. ما راح أحكي لكم أرجع بالكميات لأنه الكمية اللي عندي كبيرة. ضفت ملح وفلفل وكاري وزنجبيل وكزبرة. وهون بنيجي بعد ما صفينا اللحمة للتشكيل. وشوفوا لي التشكيل ما شاء الله بعد ما كانت العجينة مرتاحة. طبعا هون أخذت قسم من العجينة لحتى أستخدمه. طبعا كله الحمد لله حوالي نظيف مرتب. أهم شي تكونوا ضفتوا مشمعة الأكل تحتيكم عشان يعني إذا هر إشي من اللحمة أو من العجين يكون حواليكم كله نظيف. طبعا لا تحكوا لي ليش مو لابسه كفوف وعندك طلبيه وما بعرف شو. انا بالنسبه لي قناعتي الشخصيه لما يكون الاظافر مقصوصين والايدين مغسلين هذا شيء انظف من الكفوف بحد ذاتها بصراحه. وكمان بعرف اشتغل فيها اكثر. اما بعد ما نخلص هاي الوصفه نروح لتشكيل كب البطاطا، راح احكي لكم سر الكف مع كبه البطاطا. اما ركزوا لي هون بطريقه عجينه الكبه البرغل. يعني ما بحكي لكم قديش ما شاء الله انها العجينه سلسه وعم تتشكل معانا بكل سهولة وما غلبتنا نهائيا. كل ما كانت العجينة مرتاحة كل ما أعطتنا نتيجة أفضل. ومثل ما وضحت معكم بعد ما ارتاحت ضفت عليها المكونات كلها، يعني يا دوب عجنتها شوي وكانت جاهزة. اسم الله ما شاء الله عم تفتح الكبة بكل سهولة من غير ما أتغلب فيها، من غير ما تفسخ، من غير ما تشقق. وإذا لا سمح الله صار تشقق بسيط لا سمح الله يعني ما بيأثر نهائيا، لأنه العيارات اللي ضفتها بإذن الله ما بتفرط معكم نهائيا. بس العجينة راح أحكي لكم التريك. إذا كانت معكم ناشفة بضيفوا لها شوية مي، وإذا كانت رخوة بتضيفوا لها شوية طحين في حال أنتوا ما استخدمتوا نوعية البرغل التركي. طبعا هون حبيت أني أعمل أكثر من وحدة للصبايا الجداد اللي عم بيتابعوني، إذا كانوا متزوجين جديد أو إذا كانوا عم بيتعلموا الطبخ جديد. شوفوا لي وركزوا لي طريقة الكبكبة شلون. وإذا ما كنتوا بتعرفوا تشكلوها بإيديكم فيكم تجيبوا خيارة تغسلوها وتنظفوها مليح أو جزرة وتشكلوها بنفس الطريقة. يعني في خيارات متعددة. أو بالفنجان بتضيفوا كيس نايلون نظيف وتضيفوا كرة العجين بعد ما تاخذوا الكمية اللي بدكم إياها وتحفروها بإصبعكم. بعديها تحطوا كمية اللحمة وتسحبوها بنفس كيس النايلون. يعني في طرق متعددة بإذن الله. بالأيام القادمة رح أعملكم أكثر من طريقة للتشكيل. هون كانت تقريبا الكمية نصها جاهز وحطيناها بالفريزر. وبعديها ثاني يوم طبعا مو كلياته بنفس اليوم عشان ما نهلك، طبعا مساعدة الوالدة بارك الله فيها وأعطاها العمر المديد والصحة والعافية. بصراحة من غير مساعدتها كنت هلكت، لأنه
عندي تجهيزات لرمضان، وعندي ابني بارك الله فيه، وبتعرفوا طبخ البيت وتعزيل البيت، يعني أمور كثير عندي بتشغلني إني أكتفي فقط للطلبية هاي. فهون بنيجي للكبة البطاطا، ما قدرت اني اصور لكم اياها كاملة، بس راح اترك لكم رابطها باول تعليق باذن الله. راح تجربوها وتطلع معاكم كثير طيبة وناجحة. فقط صورت لكم بداية تحضيري لها اللي هو الرز والبطاطا مع الملح والكركم لكل كوب رز، ملعقتين عفوا حبتين بطاطا وسط، بالاضافة لكوبايتين من المي وملح وكركم. طبعا كمان رجعت عملت تتبيلة ثانية من الحشوة اللي هي حشوة اللحم، نفس النكهة، ملح وفلفل وبهار. واما هون بنيجي للكفوف. بالنسبه للوصفه هاي حتما بدها كفوف، مجرد ما لبستوا لها كفوف رح تسهل عليكم الشغل، لانها العجينه البطاطا كبة البطاطا بتغلب شوي بالتشكيل، فعشان هيك لحتى تساعدكم بالتشكيل وما تتغلبوا بدكم تلبسوا كفوف، لانها العجينه لما تلبس كفوف بتحافظ على الدهن اللي فيها على الكف. اما اذا استخدمتوا ايديكم من غير كفوف رح تغلبكم وظلها تلزق بايديكم وقت التشكيل. فاللهم اني بلغت، لا تحكوا لي انها لزقت وإشي، يعني رح تتشكل معاكم، ما رح انها مو انها ما رح تتشكل، رح تتشكل بس رح تغلبكم. اما ركزوا لي هون ما شاء الله شلون عم بشكلها بكل سهوله، وحبيت اني اعملها يعني بالشكل هذا غير الشكل المعتاد تبع الكبه واسهل الي كمان. بس اللهم بلمها هيك شوي وبمطها شوي لحتى اعملها شكل، وبتكون عندي صارت جاهزه. وما شاء الله الكفوف ساعدوني اني اخلص الكميه بسرعه. وبالنسبه لطريقه تشكيل كبه البرغل عفوا البطاطا بتختلف كليا عن البرغل، بدها تكون شوي سميكه، بالاضافه للحشوه بدها تكون اقل من حشوه البرغل عشان تستلذوا بنكهه البطاطا اللي هي العجينه وبنكهه التتبيله. فهاي بالنسبة لي هيك بفضل أعملها. أما أنتم بترجع لكم، بدكم ترققوها وتروموها حسب الرغبة. أما أنا هي قناعتي لكبة البطاطا، وحبيت أشكل معاكم أكثر من وحدة. ما شاء الله طريقة التشكيل فيها كان جدا ممتع، أهم شيء تكون العجينة ضابطة وناجحة. وراح أترك لكم رابطها برجع بكرر بالتعليقات. أما بالنسبة للكبة طبعا بعد ما شكلها وخلص الكمية كلها، شوفوا بتختلف عن كبة البرغل. يعني إذا كان مثلا عاملين كمية وما في مجال أنكم تفرزوها، بتحطوها فوق بعض ما شاء الله بعد التفريز بتطلع بكل سهولة. أما بنيجي طريقة القلي، في بعض الأشخاص والأغلبية بيطلعوها فورا على القلي، أنا بالنسبة لي ما بفضل نهائيا. بعد ما تطلعوها من الزيت وتقلوها فورا بالزيت بيبرد ممكن تفلش معاكم الكبة. فيكم بعد ما تخلصوا تشكيل هسه فورا، يعني بعد ما تشكلوها وهي تازة فورا تقلوا. في أشخاص بيعتمدوا إنه خلص لازم ندخلها على الفريزر تتجمد بعديها نطلعها نقليها، لا هاي المعلومة خطأ. وأني يعني هاي المعلومة متأكد منها 1000000%. أبا عن جد يعني بيقولوها من الوالدة وستي وكل اللي يعني الكباريات اللي بعرفهم، إنه الكبة لازم تلين شوي بعد ما نطلعها من الثلاجة أقل شي ساعتين، بيكون هيك فك الثلج عنها وما تبرد الزيت وما بتفلش بالزيت. فهاي نصيحة. والزيت أهم شي وقت القلي يكون نظيف، وبنفس الوقت تعمل تجربة هيك بشوية عجين من طرف حبة كبة، مجرد ما بلشت تفور بتضيفوا لكمية الكبة. وأهم شي ما تكثروا كبة بالزيت وقت القلي. وهيك خلصت كمية كبة البطاطا ما شاء الله. عم بحكي شوية زيادة بالفيديو بس عشان يكون كل شيء عندكم واضح، وقت التشكيل ووقت القلي ووقت الأكل. هون عندي كانت الكمية جاهزة كلها بعد ما تجمدت. وزعتها على أكياس تفريز مغلقة، بعدها دخلتها على الفريزر وصار عندي جاهزة للتسليم. وقت التسليم بحطها بأكياس للطلبيات وبقدمها، وهيك بتكون عندي جاهزة. وبس لهون بيكون خلص الفيديو تبعنا اليوم. بتمنى يكون عجبكم ونال إعجابكم واستمتعتوا بالفيديو. بتمنى منكم اللايك والشير والسبسكرايب عشان كل فيديو جديد عندي بنزل على القناة يصلكم إشعار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.